صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة بتشوفي قناتي اهلا وسهلا بيك، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس هيوصل ليكم يوميا اشعار بوصفة جديدة من وصفات رمضان. وصفتنا اليوم الفراخ المشوية في الحلة من غير تتبيلة ومن غير فرن، وكمان رز بالخضار. معايا فرخة متقطعة 8 قطع، حبايتين طماطم وسط متقطعين شرايح، حوالي كوباية فلفل ألوان متقطع مكعبات، بصلة كبيرة متقطعة جوانح. والبهارات الجافة معايا ربع معلقة صغيرة من توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبرة ناشفة مطحونة، بهارات الفراخ، بابريكا، ورشة صغيرة شطة، معلقة ونص صغيرة ملح، اظبط الملح على طريقتك، وعصير ليمون. في حلة على النار هضيف ربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة سمنة، وقبل ما الزيت يوصل لدرجة حرارة عالية انزل بقطع الفراخ، عشان انا مش عايزة اعمل صدمة للفراخ، انا عايزة الفراخ تستوي على نار هادية. لو درجة حرارة الزيت عالية الفراخ هتاخد معاكي لون بسرعة ومش هتستوي. احنا عايزين نسوي الفراخ على نار هادية وتاخد معانا لون حلو. من وقت للتاني هقلب قطع الفراخ لحد ما تاخد معايا لون ذهبي من جميع الجوانب. انا عايزة اللون الذهبي الخفيف ده لان الفراخ لسه هتفضل شوية على النار. الفراخ اخدت معايا لون ذهبي حلو واتشوحت من جميع الجوانب. انزل بالبصل، هقلب البصل واوصله بين قطع الفراخ لحد هنا. على قد ما تقدري ما تقلبيش قطع الفراخ كتير عشان يبقى القوام بتاعها متماسك. انا عايزة اقدم الفراخ بشكل حلو من غير ما تتهري او تتكسر مني. انزل بالطماطم. لو انتم ملاحظين لحد دلوقتي انا لسه ما قلبتش الفراخ. البصلة دبلت والطماطم دبلت ولسه ما قلبتش قطع الفراخ. على مهلك وعلى نار هادية عشان تاخدي احلى طعم للفراخ المشوية. انزل بالفلفل الالوان، وبنفس الطريقة هقلب الفلفل الالوان بين قطع الفراخ. اول ما يدبل معايا الفلفل الالوان انزل بالبهارات الجافة. هقلب الفراخ تقليبة كده على الهادي مع البصل والفلفل والبهارات، واغطي عليها واسيبها تنشف وتستوي. هنا الفراخ بقت جاهزة معانا. هضيف عصير الليمون على الوش يديني طعم حلو للفراخ ويظهر ريحتها. الفراخ المشوية لما بنيجي نحمرها بندهن الوش عصير ليمون او دبس رمان، والطعم المزز ده مع الشوي والتحمير بيدينا طعم حلو. هجيب ورقة ألمونيوم وأتنيها، أعملها زي بولة صغيرة كده، وأضيفها في نص الحلة ما بين قطع الفراخ، وأضيف فيها حوالي معلقتين كبار زيت. وهنا هكون مجهزة قطعة فحم هضيفها للزيت وأغطي الحلة أسيبها تاخد الريحة الحلوة من الفحم، ونروح نجهز الرز. في حلة على النار هضيف معلقتين كبار سمنة، وأنزل بكوبايتين رز بسمتي مغسول ومتصفي. هقلب الرز مع الزيت لحد ما ياخد لمعة حلوة، وأنزل بحوالي كوباية ونص بسلة وجزر. هقلب الرز مع البسلة والجزر على نار هادية حوالي دقيقتين أو 3.
وهضيف عود من القرفة أو رشة صغيرة من القرفة المطحونة، ورق لورا، وأضيف الملح. أنا ضفت معلقة صغيرة ملح، اظبط الملح على طريقتك، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وأقلب البهارات مع الرز والبسلة. البسلة والجزر أخدين معايا لمعة حلوة، هيفضلوا معايا كده للآخر. وأضيف المية السخنة، وممكن تضيفي شوربة لو حابة، أو ممكن تضيفي مكعب مرقة دجاج مع المية، هيديكي طعم حلو. كوباية الرز البسمتي هتاخد معاكي من كوباية ونص لكوبايتين مية، هتفرق على حسب نوع الرز. ممكن تضيفي كوباية ونص، ولما الرز يتشرب لو محتاج ربع كوباية أو نص كوباية كمان تضيفيها له. هغطي الرز واسيبه يستوي على درجة حرارة وسط لمدة 8 دقايق لحد ما يتشرب المية. بعد 8 دقايق هقلب الرز، وفي بولة هضيف معلقة كبيرة مية، وعليها هنزل بربع معلقة صغيرة كركم، واضيف الكركم على وش الرز، وكمان معلقة كبيرة مية هضيف ليها ربع معلقة صغيرة زعفران. هقلب الزعفران مع المية واضيفه على وش الرز. هغطي الرز واسيبه كمان 5 دقايق على نار هادية. تسوية الرز البسمتي من 8 ل10 دقايق على درجة حرارة وسط لحد ما يتشرب المية، هتهدي عليه النار وتسيبيه 5 دقايق كمان. بعد 5 دقايق هقلب الرز واشيل منه عيدان القرفة وورق اللورا، واضيفه الاطباق التقديم. الرز معايا اخد شكل حلو، حبايه بيضه، حبايه صفرة، حبايه لونها فاتح شويه. الرز بالخلطه مناسب جدا لجميع انواع المشويات. وكمان هنضيف لاطباق التقديم الفراخ المشويه الجميله بتاعتنا، اخده ريحه وطعم بجد تحفه، وكمان مستويه جدا، ما خدتش معانا وقت ومجهود كتير. ممكن تقدمي الفراخ جنب رز بالشعريه، او سلطه وكاتشب وطحينه وعيش، هتبقى جميله جدا. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن. دمتم في رعاية الله.